السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في صباح الكورة. صباح سعيد جميل عليكم جميعا إن شاء الله، ودعواتنا ربنا يحفظ شعب مصر الطيب من وباء كورونا ويشفي كل المرضى، ودعواتنا لأهلنا في فلسطين وغزة. النجم التونسي فرجاني ساسي خارج نادي الزمالك الموسم المقبل في قطر. فرجاني ساسي أول لاعب يغادر الزمالك في الصيف الجاري، لكن هو الأول ومش هو الأخير. خدوا الأسماء دي: أشرف بن شرقي، طارق حامد، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، حمدي الونش، محمود علاء. 3 من الستة دول على الأقل خارج نادي الزمالك في الموسم المقبل. 3 من الستة خارج نادي الزمالك في الموسم المقبل. ممكن كمان يدخل معاهم محمد أبو جبل، لكن المؤكد ان 3 من الستة دول خارج نادي الزمالك الموسم المقبل، رغم ان الستة عقودهم مع الزمالك ممتدة غير فرجاني ساسي اللي عقده يخلص. قلنا لكم من 8 شهور فرجاني ساسي مش هيجدد مع الزمالك، كدبونا وكدبونا وكدبونا لغاية اما دلوقتي بيسبقونا في قناة الزمالك عشان يقولوا ان فرجاني ساسي ماشي. ادي احنا بنقول النهاردة وقدامنا 3 شهور بالظبط، على اخر اغسطس واول سبتمبر هتعرفوا مين من الستة دول ماشي من نادي الزمالك. عايز اقول لك يا نادي اهلي، قدرك قدر النادي الاهلي انه يتواجد في مصر ويتواجد في افريقيا. الاهلي قمة النظام، قمة الاحتراف، مكانه الطبيعي في اوروبا، لكن القدر اوجده في مصر وفي افريقيا. الفوضى في الكرة المصرية هي القاعدة، والفوضى في الكرة الافريقية اكتر، والاهلي بيلعب في مصر وفي افريقيا. الصبح قلت لكم ان المباراة النهائية لدوري ابطال افريقيا مهددة بان موعدها يتعدل ويتأجل 10 ايام من 17 يوليو ل 27 يوليو عشان خاطر يسهلوا مهمة الوداد البيضاوي المغربي لو وصل ضد النادي الاهلي في النهائي، والاهلي يلعب بدون اللاعبين الدوليين اللي هيكونوا موجودين مع منتخب مصر الاولمبي في دورة طوكيو في يوليو واغسطس المقبل. ما عداش ساعتين على الكلام ده، ما عداش ساعتين بالظبط على الكلام ده، ودخلنا في فوضى جديدة في الكرة الافريقية. الاتحاد الافريقي دلوقتي كل لجانه بتشتغل على رد على سؤال واحد: اين تقام نهائيات كأس الامم الافريقية المقبلة؟ البطولة رقم 33 المقرر انها تنطلق في يناير المقبل، 9 يناير في الكاميرون. لكن المفاجأة كانت صاعقة من الاتحاد الافريقي للاتحاد الكاميروني، انه اعلن امبارح تأجيل عمل القرعة للبطولة من يوم 25 يونيو الى موعد لاحق لم يتحدد، دون ان يذكر الاتحاد الافريقي خالص في خبر التأجيل ان البطولة هتقام امتى. الوضع الطبيعي يقول احنا هنأجل القرعة اللي هي مقررة 25 يونيو للبطولة اللي هتبدأ 9 يناير. ما قالوش الكلام ده، دليل على ان في شغل بيتعمل دلوقتي لنقل البطولة. طبعا حتى قرار التأجيل لما يتقال عشان كورونا كلام فارغ، لان القرعة بتتعمل في حضور 1 و2 بس، وشفت قرعة الكونفدرالية وقرعة دوري الابطال بتتعمل باستمرار بدون حضور اعلام ولا بدون حضور حد. الموضوع زي ما قلت لكم مش تأجيل قرعة، الموضوع نقل البطولة. البطولة دي كان مقرر، البطولة اللي فاتت كان مقرر تقام 2019 في الكاميرون، والاتحاد الافريقي ايام احمد الرئيس الفاسد نقلها من الكاميرون عندا في الكاميرون وغيظا في عيسى حياته الرئيس السابق الكاميرون. 2021 البطولة كان مقرر تقام في الكاميرون، والاتحاد الافريقي برضو ايام احمد قرر تأجيلها لموعد لاحق علشان فيروس كورونا.
آخر موعد 9 يناير 2022. المرة دي الرئيس جنوب افريقي باتريس موتسيبي ما عندوش اي غضاضة ضد الكاميرون، ولكن كل اللجان بتاعت الاتحاد الافريقي اللي راحت تكشف عن الملاعب وعن الاستعدادات وعن الفنادق وعن الطرق وعن المطارات في دولة الكاميرون اكتشفت ان في تقصير. هذا التقصير يؤثر على بطولة عملاقة بحجم كأس الأمم الإفريقية بيشارك فيها 24 منتخب. 24 منتخب، يعني بتتكلم على تنظيم ضخم جدا، ضخم جدا في الملاعب، في المباريات، في الاستقبالات، في حاجات كتير جدا. وهناك تقصير باعتراف اللجان اللي راحت من الاتحاد الافريقي. لغايه هنا الكلام ما يخصناش قوي. ايه اللي يخصنا؟ ان مصر هي المرشحه تنظم البطوله، ان مصر طلبت سرا انها تنظم البطوله، ان الوزير اشرف صبحي خد موافقه من الحكومه ان مصر تنظم البطوله، واتحاد الكوره طبعا هاني ابو ريده واحمد مجاهد فرصه ينظموا البطوله ويعملوا منها قرشين حلوين. المهم مصر عايزه تنظم البطوله، لكن ضد تنظيم مصر البطوله حاجتين كبار قوي قوي قوي. الحاجه الاولى ان مصر هي اللي نظمت اخر بطوله 2019 اللي فازت بيها الجزائر في القاهره، واللي مصر خرجت فيها من دور ال16 على ايد جنوب افريقيا 1-0. وعمر البطولة دي في 32 دورة سابقة عمرها ما دولة نظمتها مرتين ورا بعض. حتى لما كان ما فيش في افريقيا خالص غير 3 دول، مصر والسودان واثيوبيا، البطولة ما فيش دولة نظمتها مرتين ورا بعض. السودان نظمتها 57 ومصر نظمتها 59 وبعدين اثيوبيا نظمتها 62. اذا احنا امام عائق كبير جدا جدا. العائق الثاني ان مصر هي اكتر دولة نظمت البطولة كمان. احنا منظمينها 5 مرات من اصل 32 مرة. نظمناها 59 ونظمناها 74 ونظمناها 86 ونظمناها 2006 ونظمناها 2019. كل ده ما فيش دولة نظمتها 5 مرات لحد دلوقتي. لكن الاستثناء موجود. الاستثناء موجود ايه؟ ان الحكومة المصرية متحمسة جدا وبتضغط انها تنظمها عندها. فرصة لإنعاش السياحة وفرصة لتحسين صورة مصر الأمنية أمام العالم، وإن مصر بتنظم أكبر البطولات وبكل سهولة ولدورتين متتاليتين، وده يرفع جدا 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 من شأن القدرات الأمنية لمصر إنها تنظم أفريقيا مرتين ورا بعض. كمان موضوع كورونا بيمنع دول كتير إنها تنظم البطولة. كورونا بيمنع دول كتير، وأقوى دولة تنظم أفريقيا وعندها الاستعداد الكامل الآن هي جنوب أفريقيا. بالعكس، جنوب أفريقيا ملاعبها أكتر من ملاعب مصر وأحسن من ملاعب مصر. وجنوب أفريقيا نظمت كأس العالم 2010، لكن جنوب أفريقيا عندها أزمة ضخمة جدا في انتشار كورونا وفي عدم السيطرة على كورونا، لدرجة أن أندية جنوب أفريقيا لعبت بعض ماتشاتها خارج جنوب أفريقيا علشان موضوع كورونا. ولذلك نهائيات أفريقيا 2022 بتقرب جدا جدا من مصر، وهتبقى مفاجأة ضخمة جدا ان مصر تنظم البطولة مرتين ورا بعض. نروح للفقرة العالمية وتتويج نجم مانشستر سيتي النجم البلجيكي ربنا يشفيه كيفن دي بروين بجائزة أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي في البريمير ليج. كيفن دي بروين اللي فاز بالجائزة السنة اللي فاتت برضه، رغم ان ناديه ما كسبش البطولة السنة اللي فاتت، كسب الجائزة السنة دي وناديه هو البطل. كيفن دي بروين كان أقرب منافسيه زمايله في نفس الفريق، ما بين رياض محرز وما بين قلب الدفاع دياس وما بين الهدافين الكتار اللي موجودين في الفرقة، وعلى رأسهم فودن وجابرييل خيسوس ورحيم ستيرلينج. كيفن دي بروين أصبح ثالث لاعب في تاريخ إنجلترا يكسب الجائزة مرتين ورا بعض.
إنما الحقيقة كيفن دي بروين يستاهل ويستاهل ويستاهل، وهو من ضمن كبار المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية عالميا السنة دي. كمان كنا نتمنى الحقيقة إن الجائزة تروح يا رياض محرز يا محمد صلاح، لكن دي بروين ليس أقل من الاثنين. في البرازيل مفاجأة مفاجأة مفاجأة. رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم روجيرو كابوكلو تآمر، خدوا بالكم، تآمر مع رئيس الجمهورية. تخيلوا لما بيتآمر مع رئيس جمهوريته، لأن لاعبي منتخب البرازيل والجهاز الفني بقيادة المدير الفني تيتي مش موافقين على تنظيم أمريكا لمسابقة كوبا أمريكا كأس أمريكا الجنوبية. فرئيس البرازيل مصمم يلعبها، ومنتخب البرازيل مصمم ما يلعبهاش، هيحصل مشكلة جدا وتفضلها 6 أيام. يقوم رئيس الاتحاد اللي هو كابوكلو يتفق مع رئيس الجمهورية ان هو يقيل الجهاز الفني كله، تيتي واللي معاه، بعد ماتش البرازيل وباراجواي المقرر بكرة في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022. اتفق انه يقيله، واتفق انه يجدد الفريق ويلعب بفريق تاني خالص، يجيب مدرب جديد ويجيب فريق جديد ويلعبوا البطولة، وتيتي واللعيبة الكبار يمشوا ولا كأن حاجة حصلت. يقوم ربك الكريم كابوكلو هو اللي يقع في الفخ. كابوكلو اتطرد امبارح من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بقرار للجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد البرازيلي بعد اتهامه بتحرش جنسي. لما تبقى رئيس اتحاد البرازيل ومتهم بتحرش جنسي، ده انت يعني خليك بقى في التآمر وفي التحرش الجنسي. وهو اللي مشي، وتيتي اللي قاعد، واللي هيمسك مكانه ما عندوش استعداد يتآمر، وكل شيء هيمشي بالأصول في البرازيل، مهد كرة القدم في العالم. امبارح المنتخب الجزائري سجل رقم قياسي تاريخي 26 مباراة متتالية بلا هزيمة. طبعا في 26 مباراة كان تتويجه بكأس إفريقيا في القاهرة في يوليو 2019 مع مديره الفني الجديد جمال بالماضي. الجزائر لعبت مباراة سيئة للغاية امبارح، انما كسبت. ما هو الشاطر اللي يكسب هو مش كويس، الشاطر اللي يكسب وهو مش في احسن حالاته، الشاطر اللي حقق نتائج. طبعا الاعلام المصري الخايب اللي بيهاجم موسيماني عشان الاداء ما بينطقش لما منتخب الجزائر يكسب باداء سيء جدا، لكن بيكسب وبيحقق ارقام قياسية. امبارح كمان كابتن منتخب اسبانيا سيرخيو بوسكيتوس نجم نادي برشلونة تأكد غيابه عن المباريات الأولى لمنتخب اسبانيا في نهائيات أوروبا بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا. هيحتاج يدخل عزل أسبوعين، وبعد أسبوعين إذا كان يقدر يكمل مع فريقه لو فريقه ماشي في البطولة بشكل كويس. امبارح منتخب الولايات المتحدة بقيادة بوليسيتش نجم تشيلسي بطل الشامبيونز ليج الأوروبي، بوليسيتش راح لمنتخب بلاده في دوري أمريكا الجنوبية أمريكا الشمالية والوسطى اللي هو دوري الكونكاف، وكسبوا البطولة. كسب المكسيك في النهائي 3-2 في ملعب دنفر في الولايات المتحدة بعد ما المكسيك اتقدمت 1-0 وتقدمت 2-1. بوليسيتش هو اللي حسم الماتش في الشوط الرابع من المباراة بهدف خيالي ولا أغلى. وطاب صباحكم.